الآن مع تقسيمات هذه الشرائح المجتمع وبدو وحضر وشيعة، سيطرت على الساحة السياسية الآن التقسيمات الطائفية المزعجة. ويعني قبل أيام شاهدنا مصورين فرحتهم أو الناس فرحتهم هم يشوفون مبارك البذالي يزور سيد محمد باقر المهري. أصبح الاثنين حديث المدينة، وهذول سيد يعني سادة الساحة. هل لهم مكان في السياسة؟ مع الأسف والله مع الأسف. هل لهم مكان في السياسة شيخ؟ شوف مع الأسف، ولا واحد يطلع لي فتوى وواحد يطلع لي فتوى مضادة وبعدين يسببون إشكالية بيننا؟ هو شوف ترى كل مشكلتنا الأساسية ما في طائفية، هي في تصريح لشخص واحد يثير هذه النعرة كلها ويسبب لنا مشاكل. والله ما عندنا هذه النعرة الطائفية، وربينا معاهم وربينا مع كل أطياف المجتمع بكل طوائفه، ما كنا نفرق ما بين الطوائف الموجودة. وأنا أقول لك يا شخصيا، أنا واحد من أقرب الأشخاص لي وأصحابي كلهم أكثرهم من الطائفة الشيعية، ولا عندي مشكلة معاهم يا أخي، ولا عندي مشاكل. والأسرة بشكل عام، نعم. أسرة الحكم في الكويت بشكل عام معروف عنها أنها تقف على مسافة واحدة ومتساوية من شرائح المجتمع، من جميع المجتمع مجتمعيا. هذه ظاهرة حصلت عندنا، صدرت من شخص يا أخي. هذا الشخص بيأثر لي على مجتمع الكويت كله وكيان السياسي كله بتصريح شخص واحد. من هو؟ أنت تعرفه وأنا أعرفه وأخي المشاهد يعرفه. شنو التصريح؟ قول لي عشان أعرفه. تعرفه يا محمد، لا تقعد. والله من كثر التصاريح يا شيخ ما أتذكر. اللي اتهم والله بأن الجماعة الشيعة قاعد يهدمون المساجد المخالفة والى اخره. يعني هذه يعني مع الاسف ان يطلع تصريح مثل هذا، عيب يطلع تصريح مثل هذا ويتناقل ايضا وسائل الاعلام، مو لصالح البلد ولا لصالح الوحده الوطنيه في البلد. فقضيه مثل هذه قضايا ترى هذه كلها شراره تبتدي شراره. تعتقد البلد محتاج قانون؟ تبتدي شراره ثم تولع الى نار. خلينا نكون واعيين للعمليه هذه وبحسم فعلا، لأن والله العظيم ما بيننا وبين الأخوة جميعا كلنا لا والله نفرق بين أحد. بالفعل يعني تصريح هذا النائب السابق والمرشح الحالي مو محله، مؤلم ويؤثر في البلد. وأيضا زيارة من الجهة المقابلة، زيارة وافد إيراني، ضيف إيراني من الجنسية الإيرانية، ويقول كلام يعني أيضا أغضب الطائفة السنية. هذه الأمور لماذا لم تصدر هنا يعني فيها تشريعات انه والله يا فلان قف، هذا حد وهذا حد، قف، من يتجاوز سيجد العقوبة. انتم في الحكومة سابقا والان ليش ما تطرحون هذا الامر؟ موجودة عندنا ترى. شوف الظواهر هذه الان بدات، انا اشوف لا من بعد التحرير بدات شيخ. والله ما كانت بالدرجة هاي ترى، ما كانت الدرجة اطلاقا، يعني كانت محدودة جدا 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 في بعض الفئات المعينة او اشخاص المعينين، لكن ما كانت ابدا هذه موجودة. الآن أصبحت عندنا في الآونة الأخيرة، أنا لاحظتها بالأشهر الأخيرة المضت، أصبحت هذه تظهر بصورة علنية وتناقل. كل واحد يخاطب شارع بغض النظر عن خسارة. عيب والله، عيب والله، عيب. هذا مش مجتمعنا، كلنا كويتيين وكلنا ابناء أسرة واحدة. عيب هذا الموضوع، ولا احنا بحاجة لمزيد المشاكل هذه. شوف تجارب الدول الأخرى ما حصل فيها، فلذلك يعني يجب الابتعاد عنها، وأرجو رجاء أن ما يكون موضوع حديث. ما راح يسمعون كلامك شيخ، هذا الكلام لا يمكن أن يسمع ما لم تصدر هناك تشريعات. هل ستطرح هذا الأمر بكثرة أنت قريب من دائرة القرار شيخ، وبالتأكيد يعني كلمتك غير كلمة الكثير من الناس. هل ستطرح هذا الأمر تأخذون على محمل الجد؟ لأن اللي قاعد يصير ملعب، توجه ملعب اللي قاعد يصير. نعم. هذا يحرض ليكسب شارع لينجح، وهذا يحرض ليكسب شارع لينجح. قرأت في وسائل الإعلام أعتقد أن في توجه لصياغة مثل هذا القانون للموضوع الطائفية والى اخره وتفرقة المجتمع بهذا الشكل، واعتقد هذا واجب. وعلى قضية يعني يجب ان الانسان يتحمل هذه المسؤولية. اذا ما تحمل الحكومة يجب تتعامل مع هذا الامر. بما ان نتكلم مع الحكومة. والسؤال الاخير قبل ان ننهي الحلقة شيخ، بعيدا عن تغيير الاسماء في الحكومات، يأتي فلان يذهب فلان، المنهجية دائما ثابتة. كيف يمكن تغيير منهجية الحكومة؟ أنه والله تأتي الحكومة المثالية اللي وصى عليها الطبيب، شلون؟ هذا خذ راحتك في الإجابة لأن آخر سؤال. شوف طال عمرك، قضية المنهجية تتوقف على القيادة، على قيادة الحكومة، كيف تغاد الحكومة واختيار الوزراء في هذه الحكومة. لذلك يعني يجب أن يكون قلب واحد، لأن
ان احنا عملنا في الحكومات عديده، لكن يعني كانت في قياده وقياده رجال دوله وسياسيين، ونعرف كيف نتعامل مع القياده الموجوده، ولذلك كان في هذه الهيبه وهذا الاحترام، وكل الامور كانت تمشي بسلاسه. والان اصبحت الامور لا، يعني كل وزير يصرح من جهه، كل واحد يعطي تصريح من جهه، وينهم يصرحون؟ ما تفتح الصحف الا واحد مصرح، والله هذا خطتي وهذا بعمل كذا وبنشئ كذا يا اخي مو شغلك انت تصرح. يعني احنا من زمان كان اساس يكون في ناطق رسمي الحكومه، هو الوحيد المخول بالتصريحات كلها، لكن الان اصبحت ما في، يعني كل واحد ماخذ راحته يجرد انجازاته وعمله وشغله وخططه. يعني واحد يقول بجيب انا والله كهرباء من قطر، انا ما سمعت حكومه تجيب كهرباء من قطر. يعني هذا من اشياء تطلع لك بدع يوميا، تصبح الصبح تشوف الصحف والله منين الافكار تجينا هذه؟ يعني هل في موجود برنامج حكومه بتجيب انت كهرباء من قطر؟ احنا الكويت نجيب كهرباء من قطر. والله يعني تعليق، قرأ الخبر هذا احد الزملاء قال انا لو مكان الحكومه اطق اللطمه وانا ماشيه. اطق اللطمه، ما اجيب كهرباء من قطر. انا يعني اللي عندي ثروه، مع احترامي لاخواننا يعني في قطر من اي دوله اخرى اقصد. لا يعني بس باحترامي لقطر، يعني ان احنا في عندنا نقص في الكهرباء. ليش؟ لان في مشاريع من ايام ترى 94، وهذا موضوع ايام ما كان جاسم العون وزير الكهرباء، اذا ذاكرتي تخدمني، وكان يحذر بان حنواجه مشكله بالكهرباء والماء ايضا. والماء صحيح. فكان في خطط وكذا، لكنها كلها تاخرت لاسباب ان كل ما حصل مشروع صار في اتهامات لتمصلح والى اخره ولشركات. يا اخي تجار تشتغل بالكويت، تجاره حره، شو العيب انما يكون والله لهذه الشركه جايه بتشتغل بالكويت لها وكيل محمد الشيحي، شو العيب؟ قانون تجاره ما يجيزه يجيزه، ليش العيب انه يكون الحسد والامور هذه. مشكلتنا الحسد، مشاريعنا كلها تاخرت بسبب الحسد. الوقت انتهى والقلم اغلقناه، لكن يبقى السؤال مفتوح باجابه. وين رايحين؟ داشين بالجسر ولا ماشيين على الخط السريع؟ والله شوف باذن الله ان شاء يعني الله. شوف خلنا نكون يعني بكلمه، يعني متفائل او متشائم؟ لا والله شوف، انا امانه متفائل مؤخرا متفائل. ما عندنا وقت نشرح لا سبب التفاؤل لان الوقت انتهى.